ولد في عام 1949 بمنطقة تيدينيت الواقعة في قلب مدينة إير شمال النيجر، لعائلة تنتمي إلى قبيلة إيفوغاس إير النيجر. بعد أن تلقى تعليمه في معاهد محلية، انطلق مانو لاستكمال دراسته خارج النيجر، حيث درس في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، مما منحه رؤية عالمية وفهما عميقا لقضية شعبه. رغم رحلته الطويلة عن الصحراء، ظل مانو مرتبطا بثقافة الطوارق ولغتهم وتقاليدهم، مدركا أهمية الحفاظ على هويتهم في مواجهة التهميش والاندماج القسري. مسيرة النضال. مع تفاقم معاناة الطوارق في النيجر ومالي نتيجة السياسات التمييزية، تصدر مانو المشهد